السلام عليكم يا جماعة الصعيد. ما ليه حكاية الرجل ده اللي كل يوم يطلع لنا بحوار؟ يعني ده ما حدش لامه يعني ولا اياه؟ أول حاجة أعرفكم بنفسي عشان برضه القروش الرجل ده دخل سريع. أنا إسلام أبو عبيد أبو علي أبو طيب من الشيخ حمد محافظة جني مركز أبو تشت. أنا عايز أعرف تامر أمين ده ليه ما يغلط في الصعيد؟ إيه اللي عملته له الصعايدة؟ ده ابن كلب والله ما ليه اساس. هو ما يعرفش حاجه عن الصعيد، خلي بالك، ولا يعرف الصعيد ما يتكلمش. ده أبوه حرامي ساعات، ده سرق الساعات بتاعت السعودية. الكلب ابن الكلب دي متى ظهر هو ولا متى في بني ادم؟ والله يا تامر امين ما تلم عليك انت فيها قسما بالله لا جناح. وبعد اذن الناس يعني مش اي حد يغلط في الصعيد. يعني احنا الصعايده كل ما تسكت تجعل الناس خايفه منه ولا ايه؟ والله العظيم ما نعرفوه فين نروح نتلفوه من جوا بيته. ده احنا المرأة عندنا في الصعيد ب 100 راجل من عندهم. اي والله، هو ملوش اساس. ده ابن جحبي يا كلب ابن الكلب. وعلى العموم يا تامر امين هنجيبوك احنا برضه مش هنسيبوك، وهنوروك مين الصعايده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.